في هذا الفيديو هذا وفي هذه الجريمه هذه اللي غادي تسمعوا غادي تعرفوا بان بنادم ما فيهش ثقه نهائيا. وعلاش حنا كندويو على هذا الموضوع او لا بحال هذه المواضيع والجرائم هادو حيت كتوقع وفي الحقيقه كتوقع 100%، باش انهم الناس اكثريه فيهم انهم يوعوا ويعرفوا بان اي حاجه قادره انها تطرا في اي وقت. دونك ملي غتسمعوا هذا الشخص هذا المجرم اشنو دار غادي تغيروا الافكار ديالكم وغادي تزيدوا تردوا البال وغتعرفوا بان الثقه ما كايناش. نعرف باكثر ديال الناس غادي تصدموا في هذا الفيديو، ولكن هذه هي الحقيقه. وهنا بالضبط فين غنكتشفوا كيفاش هذا المجرم هذا بلا ما يتردد خطط لكل شيء. الا كنتو عقلتوا على الجريمه اللي طرات في اي تباهه نفس البلان، ولكن السيده دي مسكينه ما تستاهلش انها تقتل باي طريقه، كيف ما يستاهلش اي واحد انه يتقتل بنفس الطريقه. ولكن هاد السيده بالضبط ماتت اللي هي مسكينه كبيره في العمر. نتوما غادي تقولوا علاش بالضبط غادي يرتكب هادشي كامل جريمه وغيقطعها وغيلوحها في الخلا، بعد ما غادي يكتشفوا الامن هذيك الجثه وغادي تصدموا وغادي يسولهم من بعد وجاوبهم بكل بروده. يعني مجرم بحال مولف الحبس، خطط بالعمليه، خطط دقه وفكر مزيان كيفاش قتل السيده وكيفاش قطعها. فتصور معايا على كيلو ديال الذهب قادر انه يدير هذا الجرم كامل. كيف ما كان اكدوا في اي فيديو ان الثقه ما كايناش، بالرغم اي واحد كيف ما قلت لكم سواء خدام عندك في الدار او لا معلم يكون اللي بغا يكون، ما خصكش انك تخرج الاسرار ديالك، ما خصكش انك تعاود حتى شي واحد مثلا عندك ولادك في الخارج ولا عندك الذهب ولا النقره ولا اي حاجه او لا الفلوس. فكيف ما عرفنا الجريمه اللي طرات في الشوكه اتباها، طبيعه الحال غادي ناكد لكم بان نفس جريمه، ولكن هاد السيده مسكينه اللي هي ضحيه هي كبيره في العمر وما تستاهلش. كيف ما عاوتاني كنأكد ان اي واحد ما يستاهلش انه يتقتل بطريقه هذه. فالمجرم شحال غادي تعطيوها الخد في هذا الجرم اللي دار؟ اكيد كيستحق الاعدام، ولكن الاعدام للاسف ما كاينش في المغرب. فهاد الشيء اللي كنسمعوه انا شخصيا كيصدمني.